السلام عليكم يا مشاهدين يا أعزاء. انتهت مباريات المجموعة الأولى والثانية من كأس العالم، والمتأهل عن المجموعة الأولى المنتخب الهولندي ب7 نقاط من فوزين وتعادل. جاء في المركز الثاني أسود التيرانجا السنغالي القوي المجتهد المحنك بأفكار وتكتيك مدربه إليو سيسي. وودع المونديال عن هالمجموعة المنتخب الإكوادوري والقطري الشقيق مستضيف البطولة. بالنسبة للمجموعة الثانية، أتى في المركز الأول المنتخب الإنجليزي أيضا ب7 نقاط من فوزين وتعادل. بالأمس انتصر المنتخب الأمريكي على الإيراني بهدف بيليزيتش ليأتي ثاني المجموعة ب5 نقاط من فوز وتعادلين. وودع المونديال المنتخب الإيراني والويلزي بعد ما انهزم المنتخب الويلزي من منتخب إنجلترا ب3 أهداف. نجي اليوم الكل قاعد على نار وعم يستنى بالتحديد الجمهور السعودي. ترتيب المجموعة الثالثة قبل المباريات: بولندا ب4 نقاط، أرجنتين ب3 نقاط، سعودية ب3 نقاط، والمكسيك بنقطة وحيدة. مباراة الفرصة الأخيرة للأخضر السعودي بمواجهة المكسيك. طيب، قراءة شوي للمجموعة. بولندا إذا ربح الأرجنتين راح يصير عنده ويمتلك 7 نقاط، بالتالي صدارة للمجموعة، بالتالي يتفادى مواجهة المتصدر من المجموعة الرابعة يلي بعتقد هو فرنسا. بالنسبة للأرجنتين، العيون على ميسي كآخر مونديال لهذا النجم، ويلي قدر أنه المنتخب الأرجنتيني يخرج من الهزيمة يلي تلقاها من المنتخب السعودي بالمباراة الأولى ويهزم المكسيك القوي. نحكي شوي عن الأخضر السعودي يلي عم يستناه الملايين بفارغ الصبر، خصوصا جمهوره. برأيي أنه قادر يفوز بالمباراة، وبحكم يلي شفناه منه أمام الأرجنتين وبولندا. بس لازم من وجهة نظري اللاعبين يكونوا منتبهين لعدة نقاط. النقطة الأولى، أول شيء الاندفاع المبالغ فيه، يعني لازم يكون في توازن، وكل لاعب لا يتجاوز المركز يلي لازم يكون فيه أو يتقدم حتى يشكل ضغط، مثل ما شفنا بالمباراة الأخيرة مباراة بولندا. النقطة الثانية توزيع الجهد، يعني المباراة عندك 90 دقيقة غير الوقت البدل الضايع. ما بننسى انه اللاعبين خارجين من مباريتين على مستوى عالي، وكان الاداء فيهم قوي وعلى اعلى مستوى. يلي قصدته الانتباه للياقة، يعني اللاعب المفروض قدر المستطاع يحافظ ويوزع لياقته على مدار 90 دقيقة، وهيك فريق كالمكسيك وغيره رح يلعبوا لحتى الحكم يصفر. فبرأيي الانتباه، وبرأيي المكسيك رح يكون ضاغط طول المباراة وبده يربح، لأنه إذا ربح وإن شاء الله ما يربح وانهزم الأرجنتين خلص رح يصير وصل لدور ال16. النقطة الأخيرة المنتخب السعودي للمنتخب السعودي: التركيز التركيز التركيز، تحديدا آخر وقت من كل شوط، وإن شاء الله الفوز بيكون حليف الأخضر السعودي وبنفرح معهم بوصولهم لدور ال16 بإذن الله. طيب، نجي على المجموعة الرابعة. فرنسا بالصدارة بانتصارين، ولكن البطاقة الثانية لهالمجموعة بين أستراليا 3 نقاط، الدنمارك نقطة، وتونس نقطة. هلأ الأمل ما زال موجود للمنتخب التونسي بصراحة، لكن حسابيا رح تكون صعبة ورح تكون معقدة. لازم تربحها فرنسا، وإذا قدرت تسجل أكثر من هدفين بيكون شيء رائع. نحن شفنا الديوك المنتخب الفرنسي كيف لعبوا المباريتين، إضافة لخبرة وحنكة مدربهم ديدي ديشون. المباراة تجي، بس يا رب التوفيق يحالف تونس ويلعبوا لعبهم وينسوا انه في تأهل او خروج، خلص يلعبوا مباراة كرة قدم عادية من غير اي ضغوط، حتى بإذن الله تجي المباراة. لا قدر الله اذا فازت استراليا ووصلت، بغض النظر عن نتيجة تونس، لانه رح يكون صار عندها 6 نقاط، لكن فوزها على الدنمارك بصراحة مستبعد بحكم خبرة المنتخب الدنماركي. هلا السيناريو الامثل لتونس انه تونس تربح، الدنمارك وتربح والدنمارك تربح، استراليا وتربح استراليا. بصير الترتيب كالاتي: فرنسا 6 نقاط، تونس 4 نقاط، الدنمارك 4 نقاط، استراليا 3 نقاط. هذا كان كل شيء لقراءتي لمجموعة الثالثة والرابعة إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء، إذا وصلكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وإذا عجبكم لايكات لايكات لايكات. والسلام عليكم ورحمة الله.